السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ميني بيتزا اقتصادية جدا جدا جدا، وزي ما احنا شايفين هشة ولذيذة والطعم خطير. عشان نشوف الطريقة في الأول نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ مع بعض. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا هنا كيلو إلا ربع من الدقيق نخلة كويس، رشة ملح، باكت خميرة فورية، معلقتين كبار من السكر عشان ينشطوا عندي الخميرة، وما تقلقيش السكر مش هيأثر في طعم العجينة خالص. هقلبهم كويس جدا كل المكونات الجافة زي ما احنا شايفين كده. هنزل معايا بنص كوباية من اللبن الدافي، وهنزل كمان بنص كوباية من الزيت. هقلبهم كويس جدا جدا. اهم حاجة عندي ان كل الدقيق يختلط عندي بالزيت. طبعا زي ما احنا شايفين كده الزيت عندي قليل جدا، وممكن كمان تخلي النص كوباية دي ممكن تخليها ربع. هقلبهم كويس جدا، وهبدأ انزل معايا بالمية بالتدريج زي ما احنا شايفين كده. طبعا المية عندي دافية، وهبدأ أعجن، وكل ما أحس إن الدقيق عايز مني شوية مية هزود المية شوية شوية، وهعجن معايا العجينة كويس جدا لغاية لما تسيب إيديا خالص ولاقيها اتلمت معايا كويس. في المرحلة دي هروح نازلة على الرخامة وأعجنها 10 دقايق عشان العجينة تدعم معايا وتديني قوام كويس. لكن أنا حابة هنا إن أنا أخلي العجينة معايا فيها سنة بسيطة من التلزيق زي ما احنا شايفينها كده، علشان بتديني في الآخر قوام هش أكتر ما بتكون يابسة شوية. طبعا لو مش هتقدري تتعاملي معاها زي ما انت شايفه معايا قوام كده، فممكن تزوديها معلقتين من الدقيق. هجيب هنا الطبق اللي انا عجنت فيه، وهنزل بمعلقه من الزيت وهفردها فيه كويس، وهنزل بالعجينه كده على وشها، وهبدا ان انا المها واروح قلباها بحيث يبقى الوش عندي مدهون بالزيت. هغطي معايا العجينه وهسيبها معايا لغايه لما تخمر. في المرحله دي هبدا ان انا اعمل الخلطه بتاعتي اللي هحطها على وش الميني بيتزا. طاسه سخنه على النار وهحط فيها معلقتين كبار من الزيت، واول ما الاقي الزيت عندي سخن هنزل معايا ببصلتين مقطعاهم صغير زي ما احنا شايفين كده. طبعا يستحسن يكونوا متقطعين صغير عن الكبه، بيكون ليهم شكل وطعم بصراحه. البصل محتاجه اخلي لونه شفاف ما ياخدش معايا لون خالص. وفي الاثناء دي هيكون معايا طماطمتين او 3 هكون بشراهم بشر خشن، وهبدا اقلبهم على النار لغايه لما الميه اللي فيهم تتبخر. وهتبلهم دلوقتي معايا بشويه من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من الزعتر. وطبعا الزعتر عندي هنا اساسي لان ده اللي هيديني الطعم والريحه بتاع البيتزا، ورشه فلفل اسود صغيره. وهقلب الكلام ده كله بقى، ومش قادره اقولك دلوقتي على الريحه وجمالها اللي خارجه معايا من الخلطه ديت. عايزه اقولك لما ولادك هياكلوا البيتزا مش هيحسوا اصلا ان هي ما فيهاش لحمه مفرومه. يعني انا الطبيعي بتاع ولادي لو ما كانش البيتزا معموله بلحمه مفرومه ما ياكلوهاش بالطريقه دي، ما خدوش بالهم اصلا ان هي ما فيهاش اي لحمه. وصلنا للقوام المطلوب، ده القوام المطلوب. هسيبه عندي بقى لغايه لما يبرد خالص واتعامل معاه وهو بارد. بعد ساعه كانت العجينه عندي اختمرت زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، طبعا بسم الله ما شاء الله، روعه جدا معايا العجينه. هدهن معايا الرخامه دهنه خفيفه خالص من الزيت، والنشابه كمان دهنه خفيفه من الزيت، لان ما تنسوش ان عندي العجينه فيها سنه من التلزيق. اما لو كنت مخليه قوام العجينه معاكي ما فيهوش اي تلزيق خالص، فمش هتعوزي دهنة الزيت دي خالص. بس عايزه اقولك ان التلزيقه الخفيفه دي بتدي في الاخر قوام جميل جدا جدا للعجينه، بتخليها هشه معاكي وطريه وجميله. هفرد معايا العجينه زي ما احنا شايفين كده. محتاجه السمك عندي ما يكونش كبير، يعني السمك عندي مثلا ممكن يكون في حدود نص سنتي او اقل حاجه بسيطه. هفرد العجينه. طبعا لو اتقطعت معاكي زي ما احنا شايفين كده مفيش اي مشكله، لان انا دلوقتي باي حاجه مدوره، وهبدا ان انا اعمل معايا الدواير في العجينه، فممكن استجنب الحته اللي هي اتقطعت ديت. بيبقى كوبايه بقى بقطاعه باي حاجه عندك، وابدا انزل زي ما احنا شايفين كده واعمل الشكل اللي انا عايزاه. خلصت اللي انا الكميه اللي عندي زي ما احنا شايفين، هبدا الم الزياده وهعجنهم واسيبهم، وبعد 5 دقايق ابدا اشتغل فيهم تاني وافردهم تاني، واخد منهم برضو دواير البيتزا. طبعا الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه. معايا هنا الصينيه بتاعتي او الصاج، هديله دهنه خفيفه جدا من الزيت، وهبدا احط فيه اللي انا مقطعاه من العجينه زي ما احنا شايفين كده. ده السمك اللي انا محتاجاه في حدود نص سنتي او اقل كمان حاجه بسيطه. هاخد معايا كل العجينه اللي انا عملتها كده واحطها معايا في الصواني، وبالشوكه هبدا اخرم كده العجينه زي ما احنا شايفين. ولو مش حابه تخرميها كمان مفيش اي مشكله. نيجي بقى للخلطه اللي ريحتها بصراحه قلبة الدنيا من جمالها، وعايزه اقول لكم طعمتها في البيتزا لما استوت حاجه خطيره. اتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوها. عايزه اقول لكم هتعجبكم جدا. اول حاجه غنتني عن صلصه البيتزا اللي انا بحطها على البيتزا من فوق. تاني حاجه الطعم، عايزه اقول لكم كلمه رهيبه دي قليله، اتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوها. حطيت عندي على الميني بيتزا، وحطيت عليها كمان من فوق زيتون،
وحطيت جبنه مش اكتر من كده. طبعا ما فيش حاجه في الدنيا اقتصاديه اكتر من كده. وعندي فرن شغال على درجه حراره 180 على الرف الاوسط، وهدخلها معايا لغايه لما تاخد السوى المطلوب من فوق ومن تحت، تطلع معايا بالمنظر الخطير دوت. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الريحه خطيره خطيره خطيره. طبعا انا حاطه على الوش عندي جبنه ميكس، مش حاطه موتزاريلا. حابه تحطي موتزاريلا ماشي، لكن انا مش حابه ان يكون موتزاريلا، انا حابه يكون ميكس عشان احس بطعم الأجبان اكتر. زي ما احنا شايفين القوام قد ايه هش معايا، بسم الله ما شاء الله. طبعا لو عايزه بقى الجبنه تمط معاكي فهكون عندك جبنه موتزاريلا حطها على الوش، وطبعا تكتري عشان تلاقي المطه معاكي حلوه، ويكون نوع جبنه كمان كويس. عايزه اقول لكم الطعم خطير خطير خطير، والريحه اجمل. جربوها على طريقتي، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.